السلام عليكم، انا احمد جلال. في الفيديو ده هنبدا regular expressions room على try hack me. بس قبل ما نحل اي سؤال لازم نفهم احنا بنتعامل مع ايه بالظبط. ايه هو regular expressions او regex؟ هي باترنز بنكتبها عشان ندور على نص معين جوه فايل او كلام كتير. يعني بدل ما ادور على كلمه حرفيا اقدر اكتب قاعده توصف شكل النص اللي بدور عليه. مثال بسيط، لو عايز ادور على اي كلمه بتبدا بحرف السي وتنتهي ب AT او ات، مش محتاج اكتب كات او كوت او كات، انا بكتب باترن يوصفهم. وده اللي بيخلي الريجكس قويه جدا. طيب ليه بنتعلمها؟ حتى لو مش هنستخدمها كل يوم، هي تول بتوفر وقت كتير جدا. في زي مثلا في السي تي اف هتوفر عليك ساعات كتير، في اللوج اناليسيس هنفلتر بيانات ضخمه في ثانيه، في البرمجه هتتحكم في النصوص باحتراف. يعني وقت قليل هتتعلمها توفر وقت كتير جدا بعد كده. طيب هل مفيش ديبلوي؟ الروم دي مفيهاش ماشين. عندك طريقتين تجرب بيهم ريجاكس: تستخدم تيرمينال واوامر زي فايل باترن، او تستخدم موقع زي ريجاكس دوت كوم. وانا شخصيا بفضل الطريقه التانيه لانك بتشوف النتيجه قدامك على طول. طيب اسلوب الروم ده عباره عن ايه؟ الروم دي مش بالشرح نظري طويل، هي learn by doing، يعني هتقرا قليل ونطبق كتير، وده افضل اسلوب تتعلم بيه ريجاكس. طيب بعد ما فهمنا يعني ايه regular expressions وليه نستخدمها، هنبدا دلوقتي نستخدم اول تول معانا اللي هي الشار سيتس. الشار سيتس هي ابسط واقوى خطه في الريجاكس. الفكره الاساسيه منها، بدل ما ابدا ادور عن كلمه محدده حرفيا، ممكن ادور عليها بنمط. لو انا بدور على كلمه تبدا بحرف معين مثلا او تنتهي برقم معين، مش هكتب كل الاحتمالات يدوي، هستخدم براكتس. البراكتس دي اي حاجه ما بين الاقواس الاربعه، هو بيختار حرف واحد من اللي جوه. مثال بسيط، لو كتبت هنا مثلا زي عندنا البراكت بتاعنا وحطيت فيه السي والاو والجي، ده معناه ان هو هيطابق السي او الاو او الجي، او يدور على الكلمات اللي هي بالسي او الاو او الجي، مش كلمه كامله، حرف واحد من دول. طيب نقول مثلا مثال، مثلا عندنا كلمه مثلا كات وفات وهات. آه طيب انا عايز ادور على الثلاث كلمات يطلع لي مثلا كات وفات وهات. كل اللي هعمله انا هفتح براكت واحط فيه مثلا السي اللي هي او الكات، والاف اللي هي فات، والاتش اللي هي هات، واحط الاي تي عندي بره اللي هي الثابت. يبقى انا غيرت اول حرف بس وخليت اي تي ثابته، كده كتبت باترن واحد بدل ثلاث كلمات. طيب بعد كده عندنا مثال اللي بعديه اللي هو التعامل مع الكيس سنسيتيفيتي. لو عايز اطابق كات اللي هي اولها سي ابر كيس، وكات اللي في اولها لور كيس، وهات نفس الكلام ابر كيس ولور كيس. طيب الحل هنا ايه؟ برضو هفتح البراكت بتاعي، هحط الثابت بتاعي بره اللي هو الاي تي، وجوه هحط السي الابر كيس والسي لور كيس، وهكذا برضو ايه في الاتش. طيب بعد كده بقى هبدأ اتكلم عن الرنجات. الرنجات دي معناها ايه؟ اللي انا بحط رينج لحروف مثلا من ال A to Z مثلا، او من ال 1 ل 99 مثلا. بدي امثله مختلفه يعني. طيب ممكن اكتب مثلا A to C. طيب ازاي احط الرينج بتاعي ده؟ هفتح البراكت واكتب A، وبعد كده آه العلامه دي، وبعد كده السي. تمام، واقفل البراكت بتاعي كده. انا حطيت رينج من الاي للسي. الداش معناها هنا رينج، يبقى الداش هنا معناها رينج. وكان اقدر اكتب مثلا ايه؟ ممكن افتح براكت مثلا واكتب ايه داش زد، ده لور كيس، وبعد كده اكتب جنبها بالظبط ايه ابر كيس داش زد ابر كيس، واقفل البراكت كده. يبقى انا خليته يدور على كل الحروف من اول A لزد لور كيس، واول الحروف من اول A لزد ابر كيس. يبقى انا كده غطيت ايه كل اللي انا عايزه عشان اطبق اي حرف انجليزي. طيب التعامل مع الارقام بقى، لو انا عندي مثلا فايل 1 وفايل 2 وفايل 3، الحل اللي انا هعمل ايه؟ هكتب فايل وافتح البراكت بتاعي 1 داش ل 3. يعني من الاخر كده بقول له عايز فايل من 1 ل 3. طيب في المثال ده عندي انا فتحت براكت الاول، حطيت الاف ابر كيس ولور كيس وقفلت البراكت. يبقى انا كده عايزه يدور على ايه؟ الكلمات اللي بتبدا بالاف في الفايل يعني، او كلمات الفايل اللي بتبدا بالاف سواء ابر كيس او لور كيس. وبعد كده حطيت الاي ال اي بتاعتي بره ايه ثابته. بعد كده حطيت رينج من فايل رقم 1 لفايل رقم 9. طيب لو انا مثلا عندي تسلسل فايلات، وانا مثلا في فايل معين منهم مش عايزه، عادي جدا. كل اللي هعمله انا هحط الاف بتاعتي ابر كيس ولور كيس، والاي ال اي بتاعتي الثابت بره. تمام، والعلامه دي بتكنسل الرقم ده او بتكنسل الحرف الموجود هنا.
فهو كده هيجيب لي كل الارقام ما عدا 7. اهم شيء في تاسك 2 او الفكره الاهم ان الريجاكس الصح مش بس اللي بيشتغل، لكن اللي يكون efficient. يعني ما تستخدمش رينج كبير لو المطلوب صغير، وما تكتبش حروف كتير لو تقدر تستخدم رينج مختصر. دي عقليه مهمه جدا في الريجاكس. كده نكون خلصنا تاسك 2، بنينا اول اساس حقيقي في الريجاكس. نطلع بقى على تاسك 3. طيب بعد ما اتعلمنا في تاسك 2 ازاي نتحكم في اختيار الحروف باستخدام الشار سيتس، دلوقتي في تاسك 3 هنضيف حاجه مهمه جدا اللي هي المرونه. يعني بدل ما اكتب باترن دقيق جدا، اقدر اخليه يقبل احتمالات كتير. يعني مثال، عندنا اول حاجه هنتكلم عليها الوايلد كارد. الدوت معناها اي حرف واحد ما عدا اللاين بريك. يعني لو كتبت a دوت c، معناه ان انا ممكن يبقى عندي تطابق مثلا مع a c او a b c او a 0 c او a اي حاجه c. اي حرف في النص ممكن يبقى هو الدوت. يعني بما معناه يعني ان الدوت دي ممكن تكون اي شيء مختلف، مش شرط حاجه محدده. فهو هيبدا يدور على اي حاجه اولها ايه واخرها سي. طيب نطبق على السؤال. مثلا لو انا عايز اطابق مثلا ما بين كات وفات وهات ورات، يعني هنا مش فارق معانا اول حرف فبنستخدم دوت. فكل اللي هنعمله في اول سؤال اللي احنا هنستخدم دوت اي تي. طيب السؤال التاني، عندنا حاجه بقى في السؤال التاني اسمها اوبشنال او كويشن مارك. الكويشن مارك هنا معناها الحرف اللي قبلها اختياري. يعني هنحط مثلا A و B و C و question mark. ممكن يطابق A و B أو A و B و C، لأن C ممكن تكون موجودة أو لأ، وهي دي وظيفة ال question mark، بيدي الاحتمالين. طيب تعالى نطبق مثلا ايه على السؤال التاني. طيب كات أو كاتس يعني اس اختياري، يبقى هنحط ايه؟ هنفتح البراكت بتاعنا ونحط الحرف الابر كيس بتاعنا واللور كيس بتاعنا، وبعد كده نحط الثابت بتاعنا اللي هو اي تي، بعد كده نحط الاس والكويشن مارك. الكويشن مارك هنا وظيفته ايه بقى؟ زي ما قلنا ان الاس ممكن تكون كات او كاتس، سواء بالابر كيس او باللور كيس. طيب بعد كده عندنا حاجة اسمها الدوتس اسكيبنج. هي نقطة مهمة جدا. الدوت في ريجاكس معناها وايلد كارد. لو كان عايز دوت حرفيا زي اللي في الدومين نيم، لازم اعمل اسكيب. يعني اعمل سلاش دوت. تطبيق على السؤال مثلا، عندنا تطبيق على كات دوت اكس واي زد. لازم دوت literal، يعني cat سلاش دوت اكس واي زد. طيب نخش على السؤال الرابع، combining concepts. طيب ايه اللي هي ال combining concepts دي؟ دمج اكتر من فكرة مع بعض. يعني دلوقتي هندمج الشار سيتس والاوبشنال اللي هي الكويشن مارك والسكيبنج دوت مع بعض، كل ده في سؤال واحد وحل واحد. طيب مطلوب عندنا الكات اكس واي زد والكاتس اكس واي زد دوت اكس واي زد، سوري، والهاتس دوت اكس واي زد. فالحل هنا هيبقى ايه؟ احنا هنا عندنا هنفصص الموضوع كده ايه واحده واحده. هنبدا الاول ايه باول حاجه خدناها اللي هي ايه؟ شار سيتس. طيب الشار سيتس عندنا هنا ايه؟ كات وكاتس وهاتس. يبقى عندنا الاي والتي ثوابت. طيب ايه الحروف اللي موجوده؟ عندنا السي والاتش. يبقى هنفتح البراكت بتاعنا ونحط السي والاتش ونحط الثابت بتاعنا فين؟ بره، اللي هو الاي والتي. طيب هو هنا بقى طالب الاوبشنال، يعني ممكن يبقى فيه اس وممكن ميبقاش فيه اس، احنا مش عارفين. فهنحط الاس والكويشن مارك او الاوبشنال بتاعنا. طب بعد كده هنحط الاسكيبنج للدوت، يبقى نحط السلاش دوت اكس واي زد. السي اتش هنا يعني سي يا اتش، والات هنا يعني حاجه ثابته اللي هو الثابت بتاعنا، والكويشن مارك الاس ده اختياري او الاوبشنال بتاعنا. والدوت دي، الدوت والسلاش دي معناها اللي هي ضيف عليهم اكس واي زد. طيب السؤال الخامس معانا، excluding range في اخر حرف. مطلوب اي string من 4 حروف او اي كلمه بتتكون من 4 حروف، بس ما ينفعش اخر حرف يكون من زد، من سوري من ان لزد. اول 3 حروف اي حاجه. بمعنى اخر حرف نستبعد n to z من الرينج بتاعنا من n to z. طب هنعملها ازاي؟ هو قال لنا ان اول 3 حروف اي حاجه، فهنحط بدلها ايه؟ دوت. احنا قلنا ان الدوت ممكن يكون ايه؟ اي حاجه متغير. فهنحط الايه 3 دوتس بتوعنا، وبعد كده نفتح البراكت، وبعد كده نحط رينج من n لزد، وبعد كده نحط الايه؟ العلامه دي اللي قلنا بتكنسل الرقم او الحرف او الرينج عادي اللي ما بين ال n to z. طيب السؤال الاخير معانا اللي هو الاكسكلود
باستخدام هات سيمبل للرات. مطلوب بات وباتس وهات وهاتس، لكن مش رات ومش راتس. يعني معناها مطلوب عندي في السؤال ان هو يطلع لي بات في سيرش وباتس وهات وهاتس، لكن مش عايز يطلع لي ولا رات ولا ايه راتس. يبقى هنستبعد ار من اول حرف، صح كده؟ يبقى انا عايز البات والباتس والهات والهاتس. يبقى انا عايزه يستبعد بس ايه؟ الرات والايه والراتس. الرات والراتس بتبدا بايه؟ بالار. يبقى انا هفتح البراكت بتاعي، هحط الار واحط علامه الكنسله، تمام، وبعد كده احط الثابت بتاعي اللي هو ايه؟ الاي تي. طبعا عشان عندي بات وباتس وهات وهاتس، فانا عندي ايه؟ الاس، فلازم نحط ايه؟ اوبشنال، فهنحط الكويشن مارك وقبلها ايه؟ الاس. طيب خلاصة تاسك 3. تاسك 3 علمنا 3 حاجات اساسيه. دوت يعني معناه اي حرف، مش شرط حرف معين متغير. كويشن مارك معناه اوبشنال او اختياري. طيب الدوت سلاش للهروب، يعني لما نحتاج دوت حقيقيه، وبعد كده نبدا بايه؟ بشيء تاني او نزود شيء تاني. وده اللي بيخليك تكتب ريجاكس بمرونه وشيء قوي في البحث بتاعك. مش هتقعد بقى تدور ايه على الحاجه هنا واحده واحده وتدور هنا كده، لا، ريجاكس هنا النظام بتاعها بيخلي الدنيا سلسه جدا. وكده خلصنا تاسك 3، والتاسك اللي بعده هنتنقل فيه من المرونه لمرحله اقوى بكتير، من حاجتين: حاجه اسمها ميتا كاركترز وحاجه اسمها ريبيتيشنز، وهنفهم ازاي هنتعامل معاهم في التاسك اللي جاي. طيب دلوقتي هنبدأ نتكلم عن تاسك 4. تاسك 4 بتعمل حاجتين مهمين جدا وكبار: بتختصر لك انواع الحروف، ودي حاجه اسمها ميتا كاركترز، وبتديك تحكم دقيق في عدد التكرار اللي هو الايه؟ ريبيتيشن. وده بيخليك تكتب باترن قصير ويوصف حاجه كبيره. طيب هنتكلم على اول حاجه، على الميتا كاركترز. يعني بدل ما تكتب، تفتح البراكت بتاعك وتكتب رينج من 0 to 9 ووسطهم الداش طبعا، بنكتب سلاش دي. ليه ده مهم؟ لان سلاش دي مش مجرد اختصار، ده نوع بيانات اسمه ديجيت. نفس الفكره مع ايه؟ السلاش دبليو، ده معناه حرف او رقم او اندرسكور. يبقى السلاش دبليو معناه حرف او رقم او اندرسكور. يعني بدل ما تكتب A to Z و A to Z lower case و upper case و 0 to 9 و و والاندرسكور، بتكتب سلاش دبليو، وده بيخلي الريجاكس ريدبل اكتر، بيخلي الموضوع اسهل علينا. طيب هنتكلم مثلا عن اول سؤال عندنا. الكلمة فيها كات ثابتة واسم متكررة ايه؟ هنا عندنا 4 مرات. بدل ما اكتب اس 4 مرات، اقول للريجاكس كرر الحرف ده 4 مرات، فهكتب له كاتس، والنوع البراكت ده مش زي البراكت اللي فات اللي كان عندنا في التاسكات اللي قبلها، وايه، ونكتب له 4. يعني معناها 4 4 مرات، اس 4 مرات. طيب السؤال التاني، مثال مثلا، عندي كات وكاتس وكاتس 3 اس، تمام. هنا عدد الاس مش ثابت، ممكن مفيش اس، ممكن في واحدة، ممكن في اكتر. طيب الحل هنا هنعمل ايه بقى؟ الحل هنا ان احنا هنفتح براكت ونكتب اس كاب لور كيس وابر كيس، والاي تي بتاعتنا الثابته، والاس وايه والنجمه. ليه بقى هنحط النجمه دي؟ لان النجمه دي معناها صفر او اكتر. طيب مثال تاني في تالت سؤال عندنا، بيقول لك ريجاكس جو بي ار او ريجاكس جو بر كتير كده. طيب حطيت لك كذا ار، يبقى هنا الار لازم تكون موجوده مره واحده على الاقل، يبقى نستخدم بلس. بلس هنا معناها ايه؟ الفرق ما بين التايمز والبلس، التايمز معناها صفر او اكتر، البلس معناها واحد او اكتر. فاحنا هنعمل هنا هنجاوب ايه؟ ريجاكس جو بار بلس. بلس هنا يعني ايه؟ يعني واحد او اكتر. ما هو هنا عشان عندنا ايه؟ كذا ار. طيب عندنا هنا في السؤال الرابع، تمام، عندنا بيقول لك AB 3 zeros 1 BB 4 zeros ABC وهكذا. طيب تعال نفك السؤال ايه؟ واحدة واحدة. طيب هنقسم السؤال ايه؟ لكذا جزء عشان نعرف نفكه. طيب الجزء الأول بيقول لك ايه؟ هو من حرف ل3 حروف، والحروف لازم تكون من A و B و C، تمام. طيب يبقى كل اللي هنعمله هنعمل ايه؟ هنفتح براكت نكتب فيه ABC، وبعد كده نفتح البراكت بتاعنا المختلف اللي خدناه هنا، اللي قلنا عشان التكرار بتاع الريبيتيشن، تمام، ونقول له ايه؟ من 1 ل 3. طيب الجزء التاني بقى 4 ارقام. طيب ال4 ارقام دول يا صفر يا واحد. طيب يبقى هنا الحل هعمل ايه؟ هفتح البراكت بتاعي عادي صفر لواحد، وبعد كده افتح البراكت اللي هو ده، تمام، وايه، واكتب ايه؟ 4، معنى ان هو هيكرر الصفر يا واحد دي 4 مرات. طيب تعالى بقى نجمعهم كلهم ايه؟ على بعض. فهنا هتبقى الإجابة بتاعتي ايه؟ هنفتح براكت العادي بتاعنا نكتب فيه A يا B يا C، دي مش كلمة واحدة. وبعد كده نفتح البراكت بتاع الريبيتيشن بتاعنا اللي احنا هنستخدمه،
تمام، نكتب فيه 1 ل 3 و0 to 1 و4. تمام. طيب نخش بقى على ايه السؤال اللي بعده. مثال، لو عندنا فايل 0 1 وعندنا فايل 2 وفايل 12 او فايل 1 2 يعني، او فايل 2 0 او فايل 99. ده مثال مثلا، تعال نحلها. اول حرف اف لور كيس واف ايه ابر كيس. عندنا هنا في الاحتمالات اف لور كيس واف ايه او ابر كيس. تمام، يبقى هنفتح براكت ونكتب ايه الاف لور كيس واف الايه الابر كيس. طيب بعديه لازم نحط الثابت بتاعنا اللي هو ايه بقية الفايل اللي هو الاي ال اي. تمام. وبعد كده الرقم ممكن يكون خانة او خانتين، احنا منعرفش، فهنحط ايه سلاش دي. يعني هو ممكن يكون خانة او خانتين، ملوش احتمال تاني، فهنحط ايه سلاش دي، ونحط البراكت بتاعنا بتاع ايه الريبيتيشن، ونكتب ايه 1 to 2 ونقفل ايه البراكت. طيب السؤال السادس معانا اهو. 1 2 3 4 5 6. طيب بيقول لك هنا match all of the following folder names كالي tools وكالي space tools. ودي بقى مهم جدا. المشكلة هنا عدد المسافات. طيب ال s سلاش معناها ايه؟ معناها مسافة. طيب البلس معناها واحد او اكتر. طيب هل احنا هنحتاج نستخدمهم؟ هنحتاج نستخدمهم. طيب يبقى هنكتب الإجابة بتاعتنا كالي سلاش اس عشان السبيس. تمام، بلس التولز. طيب في السؤال السابع بتاعنا match all of the following file names notes stuff at لماو. طيب نلاحظ ان في 5 حروف او ارقام. تمام، 5 حروف وارقام بعدها رمز. طيب هنعمل ايه بقى بانه في حروف وارقام ورمز زي ما قلنا؟ يبقى نحط سلاش دبليو. تمام، والخمس حروف هنحطها في البراكت بتاعنا. تمام، بعد كده ايه سلاش دبليو. طيب السؤال اللي بعديه، نلاحظ ان في السؤال الثامن تمام عندنا string فيها رموز ومسافات. طيب في الحالة دي قلنا هنستخدم ايه السلاش اس، وهنستخدم الساين بتاع الايه التايمز. طيب تمام، يبقى سلاش اس تايمز سلاش اس تايمز سلاش اس تايمز، بس خد بالك ان في واحدة lower case. تمام. طيب في السؤال التاسع الكاركترز هنا مش بتنتهي، بما معناه اول 8 اي حاجة غير مسافة، اخر حرف اي حاجة غير العلامة اللي هي ايه دي. يعني ولا تنتهي بالعلامة دي ولا يكون فيها ايه مسافة. طيب يبقى هنا ساعتها هنستخدم ايه سلاش اس، وبعد كده نفتح البراكت بتاعنا ونكتب 8، وبعد كده نفتح البراكت العادي ونوت اللي احنا مش عايزين العلامة دي. طيب السؤال العاشر معانا مثال رقم 10. النقطة ممكن تكون موجودة أو لأ. تمام، فهنستخدم هنا سلاش دوت، بعد كده الاوبشنال الكويشن بتاعنا عشان زي ما قلنا النقطة ممكن تكون موجودة أو لأ، وبعد كده سلاش دبليو، وبعد كده بلس اللي هو ايه من واحد أو اتنين أو أكتر. يعني بالمعنى السلاش دوت هنا استخدمناها، السلاش دوت هنا استخدمناها عشان نقطة حرفية. طيب الكويشن هنا استخدمناها ليه؟ عشان اختيارية اوبشنال، عشان احنا الدوت دي ممكن تكون موجودة او لا. تمام، والسلاش دبليو بلس هنا استخدمناها عشان واحد او ايه او اكتر. طيب خلاصة تاسك فور. تاسك فور مش مجرد حل اسئلة وبس، هي المرحلة اللي بنفهم فيها الفرق بين نوع حرف وعدده، وتبدأ تكتب باترنز بس بطريقة محترفة شوية، وتلخص عليك الدنيا وتجمع كل اللي اتعلمته قبل كده. نخش بقى في ايه في تاسك 5. طيب في تاسك 5 بنضيف 3 تولز مهمين جدا بينقل ريجاكس لمستوى مختلف تماما. ايه هما التلاتة تولز بتوعنا؟ الانكرز نحدد بداية ونهاية السطر، والجروبس نقسم اجزاء من النص ونلمها، يعني نلم الدنيا كده. طيب والتول التالتة اللي هو ايزر اور، نختار بين احتمالين باستخدام الايه العمود الواقف ده، آه مش عارف اسمه بصراحة. طيب هنتكلم عن اول حاجة على ايه الانكرز.
طيب الانكرز قلنا اللي هو ايه، بداية ونهاية الايه السطر. طيب العلامة دي معناها بداية السطر. طيب والعلامة دي معناها ايه، نهاية السطر. دي مهمة جدا ايه في اللوجوس، لان ساعات نفس الكلمة تظهر في النص لكن مش في المكان اللي انت عايزه. طيب تعالى نبدأ بأول سؤال. يبدأ بباسورد وبعدها 10 حروف ما عدا ايه، زيرو. طيب هنا عندنا جزئين، الجزء الأول ثابت اللي هو ايه، الباسورد، اللي هو الجزء ده كده على بعضه، تمام. وبعده بيقول لك ايه، 10 حروف بس مش مسموح بالصفر، ودي مهمة جدا. فبنستخدم الشار ست عشان نستبعد بيها ايه، نفتح البراكت عادي ونحط الزيرو ونحط علامة الايه، الالغاء بتاعتنا، برضو مش عارف اسمها يعني. بنلغي بيها ايه، بنقول له ان احنا مش عايزين زيرو، تمام. وبعد كده بلس ان هو عدد التكرار بتاعه وعدد الريبيتيشن بتاعه اللي هو البراكت بتاعنا ده، ونحطه جواه 10 مرات، تمام. وبس كده حلينا ايه السؤال الاول. طيب السؤال التاني يقولك هنا match user name in the beginning of a line note the space، خد بالك من السبيس. طيب هنا الهدف ان الكلمة تكون في بداية السطر، فكلمة تكون في بداية السطر هو قايل لك في الاول ايه، هنستخدم السيمبل ده، تمام. وبعد ما نستخدم السيمبل ده هنروح كاتبين ايه، اليوزر نيم بتاعنا. طيب طالما في سبيس يبقى لازم نستخدم ايه، سلاش اس. يبقى احنا هنحط السيمبل ده عشان هو بداية الجملة بتاعتنا، تمام. وبعد كده نحط اليوزر نيم كده على بعضه، متنساش النقطتين، وما تنساش اي حاجة طول ما هي ايه ما بين براكت او هو محددها لك، او يعني ما تنساش بقية الكلمة كلها كاملة، تمام. بعد كده السلاش ايه، سلاش اس عشان ايه، السبيس. طيب السؤال التالت هنا بيقول لك اي سطر ما يبدأش برقم، بدل ما تكتب مفيش رقم بالايد كده هنستخدم الميتا كاركتر. طيب اي حاجه مش رقم يبقى قلنا هنستخدم ايه، السلاش دي. وبما انه لازم يكون في البدايه نضيف الايه، الستارت بتاعنا اللي هو السيمبل بتاع ايه، ستارت ويز، او بدايه الايه الجمله بتاعتنا، تمام. طيب السؤال الرابع. طيب هو عايزك هنا تطابق الاي او اف وعلامه الدولار دي، تمام، في نهايه الايه السطر. هنا بقى في تركايه صغيره في ريجاكس، العلامة بتاعت الدولار دي معناها end of line، لكن احنا عايزين علامة الدولار دي حرفيا موجودة ايه في النص، فلازم نهربها بايه، هنستخدم السلاش. وبعدها نحط ايه، علامة الدولار الحقيقي بتاع نهاية ايه السطر. يبقى احنا كل اللي هنعمله نحط الاي او اف وبعد كده السلاش وعلامة الايه الدولار الحقيقي. طيب في حاجتين مهمين بقى، الجروبس او الايزر او الاور. الجروب بنعمله ازاي، بنفتح ايه، تو براكتس بس العاديين خالص اللي هما بيبقوا في الكيبورد رقم 9 و0، تمام. ولما بنحتاج نستخدم اما او بنستخدم الايه، ال- اللي هي العلامة الواقفة اللي قلنا عليها هنا، تمام، السيمبل الواقف ده. طيب هنا بقى بيقول لك match all of the following sentence I use nano I use ايه vim. فكل اللي هنعمله هنا الجزء الثابت اللي هو ايه I use هناخده نحطه زي ما هو، تمام. والجزء المتغير اللي هو ايه، نانو او vim. طيب فهنجمع الاختيارين داخل ايه، جروب. فهنعمل قلنا ايه، الجروب بتاعنا اللي انا لسه ايه شرحه. وبعد كده لو او مثلا كذا وكذا فهنبقى نانو والعلامه دي، وبعد كده ايه فيم. طيب السؤال رقم 6 بيقولك هنا ان هو بيبدأ بايه، بدولار، وبعد كده رقم، وبعد كده ايه علامة الدولار تاني، وبعد كده نون ايه وايت سبيس، تمام. هنا معناه ايه بقى، هنا عندنا سيمبل الدولار ودي لازم نهربها لانها ليها معنى في ايه، في ريجاكس زي ما قلنا قبل كده. معناها دولار حرفيا لما هنحط لها ايه، سلاش، يعني لما تحط لها سلاش وعلامة الدولار معناها ايه، دولار. طيب رقم واحد قلنا بنستخدمه قبل كده في ايه، في سلاش دي اللي هو ايه، هنحط السلاش دي، انت هنمشي بالترتيب مش محتاجين ان احنا ايه نطلع بره الترتيب، تمام. وبعد كده واحد او اكتر اللي هو نون سبيس يعني كلمة واحد او اكتر، فهنحط ايه سلاش اس بلس. احنا قلنا اي حاجة واحد او اتنين او اكتر بنستخدم ايه البلس، ولو زيرو واكتر او زيرو وواحد فبنستخدم ايه التايمز. طيب السؤال رقم 7 بيقول لك match every possible IPv4 IP address use match characters and groups. طيب تعالى هنا ايه نتكلم واحدة واحدة. IPv4 عبارة عن 4 أجزاء مفصولين بنقطة، زي مثلا كده لما أقول لك 192.168.1.1 كل جزء من 1 ل3 أرقام، تمام.
والنقطة لازم تتكتب كليترال دوت. نقدر نكرر اول 3 اجزاء مع النقطة باستخدام ريبيتيشن وجروب. يبقى احنا هنستخدم هنا حاجتين، ريبيتيشن وجروب. طيب تعالى نجزأها. احنا قلنا كل جزء من 1 ل3 ارقام، فهنستخدم دي، وبعد كده نفتح البراكت بتاعنا، نحط ايه الريبيتيشن اللي هو من 1 ل3، بعد كده ايه السلاش بتاعت الدوت بتاعتنا. تمام. اللي هو بتبقى دوت عادي يعني. وبعد كده نقدر نكرر اول تلت بعد كده نقدر نكرر اول 3 اجزاء مع النقطة باستخدام ريبيتيشن وجروب. يعني هنفتح جروب، تمام، البراكت بتاعنا، بعد كده السلاش دي، تمام، وبعد كده الريبيتيشن من 1 to 3، بعد كده السلاش دوت بتاعتنا اللي هي الدوت لتري دوت، وبعد كده الريبيتيشن بتاعت 3، تمام، بعد كده سلاش دي، بعد كده ريبيتيشن اللي هي ايه من 1 to 3. طيب اخر سؤال اللي هو رقم 8 في تاسك 4. طيب بيقول لك مع جروب لليوزر نيم وجروب للدومين بدون تي ال دي، تمام، للايميلز. تعال نقسم الايميل، يوزر نيم قبل ات، وفي بعد كده دومين بعد ات وقبل دوت كوم، تمام، والدوت كوم ثابته هنا. فكل اللي هنعمله هنفتح براكت جروبنج، وبعد كده سلاش دبليو، وبعد كده البلس قلنا، وبعد كده ات، تمام، الثابت بتاعنا، وبعد كده جروب تاني، وبعد كده سلاش دبليو، وبعد كده بلس، وبعد كده ايه سلاش دوت او دوت يعني كوم او سلاش دوت كوم يعني. تمام. طيب خلاصة تاسك 5. تاسك 5 خلاك تتحكم في المكان بداية ونهاية الجملة مع اللي احنا ايه خدناه في اول حاجة خالص. طيب وخلاك تعمل ايه تاني؟ الاختيار اللي هو either or او كذا او كذا، او يا اما كذا او كذا اللي احنا استخدمنا فيها ايه السيمبل ده. طيب والتقسيم الجروبس اللي احنا استخدمنا فيها ايه تو براكتس العاديين خالص. طيب وده اللي بيستخدم فعلا في اللوجز وتحليل الداتا. طيب نخش بقى على ايه تاسك 6. طيب بعد ما عدينا على كل التاسكات، واضح جدا ان الريجولار اكسبريشنز مش مجرد تول سيرش وخلاص، هي طريقه تفكير من اول الشار سيتس للوايلد كاردز للميتا كاركترز للانكورز للجروبس. كل مرحله كانت بتخلينا نكتب باترنز اقصر لكن يوصف احتمالات اكبر. تمام. وده كان بيخلي الدنيا تبسط علينا، ونقدر ندور على الداتا اللي احنا محتاجينها او اللوجز اللي احنا محتاجينها في وقت اقل وبطريقه ايه محترفه اكتر. ريجاكس قويه جدا حتى في ابسط استخداماتها، لكن اهم حاجه فيها مش الحفظ، اهم حاجه انك تعرف تفكك النمط وتشوف النص وتسال نفسك ايه الجزء الثابت، ايه الجزء المتغير، ايه اللي ممكن يتكرر، وايه اللي لازم يكون موجود. هو الموضوع مش كله مش حفظ، هو الموضوع كله ان انت تعرف امتى تستخدم ايه بالظبط ويكون ايه محضره. كمان نقطة مهمة جدا، لو هنستخدم ريجاكس في حاجة حساسة زي ان انت تعمل تشوف ايميل او تشوف مثلا ارقام فيز او فاليديشن مثلا معقد شوية، ما تخترعش باترن من الصفر. دور على بريميد اكسبريشنز جاهزة ومجربة قبل كده من جيت هاب او من كذا اماكن تانية. طيب الريجاكس محتاجة توازن، تفكر سبيسيفيك لكن مش اوفر سبيسيفيك، يعني ما تقعدش تتوه كتير وتدور حوالين نفسك، لان ساعات ابسط باترن بيكون اذكى من باترن معقد جدا. وكده نكون خلصنا اكسبريشنز روم ريجولار اكسبريشن روم كاملة ولو. وشكرا جدا.